عشان نخلي الانجليزي زي العربي في السهوله، ففي 3 نقط محتاجين نبعد عنهم. مبدئيا الفلونسي معناها اني اتناقش واتكلم مع صاحبي بالانجليزي زي العربي. فانا لو دلوقتي رفعت سماعه الفون وكلمت صاحبي لمده نص ساعه او ساعه كامله بالانجليزي، فقولا واحدا انا كده فلوينت. فانت لو بتعمل كده فانت فل و10، ولو مش بتعمل كده ففي خطا من الاخطاء الثلاثه اللي هنتكلم عنهم غالبا انت بتقع فيه، هنتكلم عنهم ونشتغل عليهم مع بعض. رقم 1 الفولو اب. واحد من الاسباب اللي بتخلي المحادثه تنتهي قبل ما تبدا اصلا هي انك بترد على قد السؤال بس، وصاحبك اللي بيتكلم معاك ولا هو سالك عن معلومات زياده ولا انت نفسك اتكلمت عن معلومات زياده من نفسك. تعال ناخد مثال. واحد صاحبك بيقول لك who do you wanna be in the future، فانت قلت له I wanna be a doctor، فراح قال لك good. بس كده. انت متخيل اللي هو ايه ده بجد؟ المحادثه كده خلصت؟ هيقول لك هي خلصت، هنتكلم فيه اكتر من كده، هو مش موضوع كبير عشان نتكلم فيه خالص. خد المعلومات كبيره قوي دي، اي سؤال في الدنيا نعرف نعمل منه موضوع وحوار في ساعه وساعتين وايام كمان. ودي الفكره اللي بتتمحور حوالينها الفولو اب. حل المشكله دي بكل بساطه انك سواء انت اللي سالت السؤال او حد سالك السؤال انك بتدي معلومات اكتر. طب لو هو اللي سالك وانت قلت له انا عايز ابقى دكتور وخلاص، هو يسالك تفاصيل اكتر عن الموضوع ده. يسالك اسئله زي what do you want to be a doctor او in which faculty you are now او when you're supposed to be graduate. فكل الاسئله دي بتتعمق في تفاصيل ليها علاقه بالدكتور او بالطب عموما. يعني الموضوع ببساطه اني سالت WH question اللي هم who when what where and how and why. ده طبعا كبدايه وبيسكس انك تعمل فولو اب مع الشخص اللي قدامك بطريقه WH question. في طرق تانية كتيره جدا من ضمنها مثلا فولو اب رياكشنز او انك بترياكت على الشخص ده، وده هينزل في فيديو كامل ان شاء الله قريب. بس ده ما يمنعش طبعا ان WH question مهمين جدا وبيسكس بجد بتبني عليه حاجات كتيره جدا، ما ينفعش تسكبها وتخش على اللي بعدها على طول، او مش حوار ما ينفعش، حوار انت هتضيع على نفسك كتير الصراحه. لو رجعنا المحادثه الاولى ان هو كان بيسالني انت عايز تبقى ايه مثلا، فلو قلت له على سبيل المثال انا هتخرج السنه دي، فممكن يقول لي انت عندك جيش، فسواء قلت له او لا فيتعمق معايا في المضمون الموضوع ده. عندك جيش، طب هتعمل ايه بعد الجيش وهكذا. قلت له لا، طب هتعمل ايه خطواتك الجايه بعد التخرج. كل الموضوع ان احنا في ايدينا مفاتيح التعمق في الموضوع ده، وعندي اوبشنين، يا نتعمق في الموضوع بتاع الطب يا نتفرع من الموضوع ده لمواضيع تانية، منها بقى الجيش، الجواز، الشغل، الكارير، البيزنس اللي افتحه او ايا يكن. فمش شرط او انا مش مخول بس ان انا اتعمق في موضوع الطب وخلاص. احنا نتعمق اللي هي حياه طبيعيه كانك بتدردش مع صاحبك، فتخلي بالظبط الانجليزي زي العربي. نيجي للنقطه الثانيه من الفولو اب ولا تقل اهميه عنها، ان المحادثه لازم تكون رايحه جايه، لازم فعلا، مش واحد بيسال والتاني بيجاوب وخلاص. احنا مش في برنامج. وافتكر دايما زي ما انت عايز تعمل براكتس وتقوي الانجليزي بتاعك، هو نفس الفكره برضه. وهنا بيجي مغالطه كبيره جدا، ان لو الشخص قدامي اتكلم وانا ساكت فده كده معناه ان مستواي اتطور وانا لا، على العكس خالص. انت بتقوي عندك مهاره انك تسال اسئله واسئله في الجون، فالموضوع يبقى رايح جاي. انت بتسال وبتاخد المهاره دي وفي نفس الوقت انت بتجاوب وبتسبيك اب بالايدياز اللي عندك. رقم 2 الريبيتيشن، وانك تفضل تعيد في الكلام اللي انت قلته من غير اي اضافه جديده. والتكرار بينقسم لنوعين، لفظي او في اللفظ والمعنى. تكرار في اللفظ زي it was a wonderful day, I want to hang out with you again, really I loved it, it was a nice and wonderful day, let's hang out again cause I loved it, it was a wonderful day by the way. اللي هو ايه ده في ايه؟ فالسلبيه من الموضوع ده بتكون اكبر للاسف من الايجابيه، انك مجرد بتكرر في الموضوع من غير اي اضافه جديده، من غير اي محتوى، فبتبان somehow يعني عن غير قصد اوفر. النوع الثاني من الريبيتيشن هو تكرار بالمعنى، انك تكرر نفس المعلومات انت بتقولها بس في تغيير في الالفاظ. مش هتقول كلمه wonderful، مش هتقول برضه loved، مش هتقول مثلا nice day، مش هتقول مثلا hang out برضه، بس في المعنى كله مضمون انت بتعيد الكلام. لول. الموضوع ده بيحصل كتير جدا على الواتساب، ان حد يبعت لك ريكورد لمده دقيقتين او 3 دقائق وممكن اكتر كمان منه، حرفيا ممكن يلخصها في 30 ثانيه. حاجه مني بقى عايز اقول لك ان فلوينسي في الانجليزي هتظبط لك العربي جدا. فلو انت الشخص اللي بتبعت اصلا دقيقتين و3 دقائق و5 دقائق، هتلاقي نفسك بعد كده بتمسح الريكورد عشان تبعته 10 ثواني و30 ثانيه بس. رقم 3 هو الاوفر اكسبلانيشن. عارف لما انت تعمل حاجه غلط فحد ينصحك ويديك محاضره كبيره جدا، انت عارفه صم طبعا، فانت تقول له والله انا عرفت غلطي، انا غلط جدا والله خلاص بقى، وهو برضه يستمر يديك المحاضره الطويله الرخمه. وده فكر مقارب للريبيتيشن. الريبيتيشن انا بعيد لك نفس المعلومه، اوفر اكسبلانيشن هو بيشرح لك معلومات انت مش محتاج تعرفها او انت عارفها اوريدي، يعني مش مضطر تخش لي في التفاصيل الممله دي، الممله قوي. بس كده تعالى نراجع بقى ال3 نقط اللي احنا خدناهم: الفولو اب، ريبيتيشن، واوفر اكسبلانيشن. رقم 1 الفولو اب، وعشان تحله ما تسالش صاحبك سؤال وتجري، كمل معاه، اساله وهو يسالك، وخلي المحادثه راحه جايه ما بينكم. رقم 2 الريبيتيشن، ابعد عن تكرار المعلومه حتى لو حاسس انها مهمه. لو هي مواضيع محدده بس انك حاسس مهمه وبتاكد عليها فتمام، بس مش كل المواضيع بتتكلم عنها مهمه. رقم 3 الاوفر اكسبلانيشن، اللي هو رد على قد السؤال وخلاص. في معلومات حرفيا احنا مش محتاجينها، او هي مهمه بس مش محتاجين نوصل للقدر ده منها
وان الدنيا هتبقى ايزي جدا لو احنا ما عرفناش. ولو عايز تعرف انت بتعمل اوفر اكسبلانيشن ولا لا، اسال الاشخاص اللي قدامك هيقولوا لك من الاخر. بس كده، ما تنساش تشترك في القناه وتتابع سلسله الفلوينسي كامله، وبرضه هسيب لك لينك كامبس تليجرام اللي فيها pronunciation fluency في الكومنتس تحت.